السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، ألا وهو سيرم التريتينول وازاي نعمله في البيت. والنهارده هكلمك كمان على سيرم حلو جدا جدا للبشرة، لو بشرتك بتأكسد، لو فيها فرق حجاب، لو بشرتك لونها بيغير لما بتخرجي في الشمس. هكلمك على حاجة مهمة جدا جدا، والسيرم هتعمليه في البيت بكفاءة عالية جدا جدا، ينافس البراند اللي ب 1300 وب 1400. قبل أي حاجة يلا بينا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد. اول حاجه هنعمل السيرم اللي انا بقول لك عليه، اللي هو مبيض البشره وبيشدها وبيخفي فرق الحجاب، وهو كمان انتي اكسده. هتروحي الصيدليه تجيبي قرص فيتامين سي، تمام كده، او تجيبي لي كيس فوار الفيتامين سي ده وتدوبهولي في معلقتين 2 ميه فقط وتركنيه على جنب، تمام. ونجيب الكنكه بتاعتنا او اي حاجه على النار، نحط فيها معلقتين شاي من بتاعنا الاسمر العادي، ونحط فيها معلقتين من بذور الكتان وكوبايه ميه، ونسيبهم يغلوا بقى كويس جدا لحد ما الجل يستخرج. وبعدين لما تبرد تصفيها، وتجيبي الفيتامين سي اللي احنا دوبناه ده تحطيه على الجل وتقلبيه كويس جدا، تمام كده. وتروحي عند العطار تجيبي من عنده ازازه زيت جزر، وتحطي 3-4 معالق زيت جزر وتقلبي كويس جدا جدا. وتجيبي قطاره غامقه من بتاعتنا السمره خالص، اللي هي الغامقه دي، تكوني غسلاها ومعقماها، اللي هي مثلا اللي احنا بنجيبها بتاعت الفيديو دروب دي، وتغسليها وتعقميها كويس وتحطي فيها السيرم ده. وكل ليله بالليل وانت مسترخيه كده وفي حاله هدوء تحطي السيرم ده على وشك كله، على عينيكي وفوق عينيكي وتحت عينيكي، وتسيبيه لحد ما ينشف خالص وما تعرفيش تضحكي. هنقوم نغسله؟ لا، هنعمله كده بحركات دائريه، تك 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 تك. وبعد كده نبتدي نشطف بميه عاديه. بعد كده خلاص يا قبلماني، لا يا حبيبتي، ده روتين وروتين مكثف. هتجيبي بخاخه ميه الورد اللي احنا حاطينها في الثلاجه، اللي انا قلت لكم دي ما تنشالش من رف الثلاجه اللي بنبخ بيها كل يوم، وتبخي وشك ميه ورد. وبعد كده تعملي ايه؟ تجيبي كريمك المرطب وبشرتك منديه بميه الورد، وتحطي كريمك المرطب وعليه حته قد راس الكبريت فازلين. احكي لي وقولي لي ايه النضاره وايه الجمال ده وايه العظمه دي يا قبلماني، العظمه لله وحده. السيرم ده حلو جدا جدا جدا، تمام كده، بيشد البشره وبينورها، والشاي انتي اكسده، وهيخلي بشرتك مش عايزه اقول لك بقى تحفه التحفه التحفه. هيخليها بتتنفس وهيخليها رايقه كده، وكل اللي يشوفك يقول لك انت عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ ابر النضاره اللي انت عاملاها دي اقوى واحسن من ابر النضاره. تعالي بقى النهارده كمان اقول لك على حاجه حلوه قوي قوي وتركه حلوه قوي 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 قوي. عارفه جل الصبار بتاعنا اللي هو من الصيدليه، بلاش الاورجانيك الفتره دي خالص لان الدنيا حر، مش هيبقى سهل ان انت تحتفظي بالوصفه. هتجيبي جل الصبار بتاعنا وتاخدي منه معلقتين، تمام كده، وتجيبي على طرف المعلقه كده ربع معلقه لبن بودره، تمام كده. وتجيبي كبسوله فيتامين اي وتقلبي كويس جدا جدا جدا. وتجيبي لي قرصين برشام اللي هو الريفو ده، وتدوبيهم في نقطه ميه. هو مجرد ما تحطي عليهم نقطه ميه هتلاقيهم يتفرولوا كده وبقوا خلاص جدا. تقلبي ميكسك الجميل ده، الميكس ده تحفه تحفه والله لا تدعوا لي عليه. وفي علبه نظيفه برده معقمه في الثلاجه. اي وصفه بقول لك عليها حطيها في الثلاجه، تبقى درجه حرارتك العاديه وهي تبقى بارده، تطلعيها من الثلاجه تحطي على بشرتك، الافكت بيزيد مش عايزه اقول لك. الوصفه بتاعه السلسليك اسيد او البرشام اللي هو الريفو ده من الوصفات الخطيره الخطيره. الريفو ده لو دوبتيه في علبه زبادي وسبتيها في التلاجة برضو، كل يوم خدتي معلقه من علبه الزبادي دي وعملتي بيها ماسك على بشرتك، تحفه تحفه. الحاجات اللي انا بقولها لك دي مجربه مليون بالميه، ولو ما نفعكيش ما تتابعينيش، بس لو نفعتك لازم تتابعيني وتضغطي على زر الجرس وتشتركي في القناه وتفعلي علشان تبقي معايا كل يوم. بشكركم جدا 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 على متابعتكم الجميله وعلى كومنتاتكم الجميله، ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمه. والفيديو اللي بعد كده فيديو خطير ومهم جدا جدا جدا، هنوه عنه على الابلكيشن الثاني. يلا بينا على هناك. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.